يمكن اكتر سؤال بيجي لي عن التعافي من الام الانفصال، اذا كان في محاضرات او في سيشنز او حتى اسئله او تعليقات على الفيسبوك، هو انا ليه بحن للشخص اللي اذاني وارهقني نفسيا وتعبني نفسيا وشرحني نفسيا في العلاقه رغم كل اللي عمله فيا ده؟ ليه الشخص ده بحس انه وحشني؟ فتعالى نعرف السبب. اول حاجه لازم اعملها في رحله التعافي من الام الانفصال، اللي انا لازم ادي كل حاجه اسمها الحقيقي. فما اسمهاش انا ليه بحن للشخص ده او ليه الشخص ده وحشني، اسمها انا بعاني من مشاعر فقد. كل اللي انت فيه ده انت مش الشخص اللي وحشك، انت الحالة اللي انت كنت فيها هي اللي وحشاك. المشاعر اللي انت بتمر بيها دي مش مشاعر حنين ولا مشاعر ان الشخص ده وحشك، قد ما هي مشاعر فقد. الفقد ده بيكون 3 انواع. اول حاجة بيكون فقد للاكسبكتيشنز او التوقعات اللي انت كنت بانيها، اللي انت كنت باني ان انتوا الاتنين هتعيشوا مع بعض لغاية اخر العمر وتبنوا بيتكم مع بعض وتوضبوا البيت مع بعض وتتجوزوا. كل الحاجات دي توقعات كتير جدا فجأة تهدد كلها بسبب ان الشخص ده سابك او انت سبته. فالتوقعات دي بتكون اكبر مشاعر فقد، اللي هي فقد التوقعات اللي انا كنت حاططها في العلاقة وفجأة التوقعات دي ما بقتش موجودة. تاني نوع من انواع الفقد هي فقد المشاعر اللي كانت بتخرج في العلاقة وفجأة ما بقتش بتخرج. وكمان بيكون الزعل على كم المشاعر اللي اتكب على الارض والوقت اللي ضيعناه مع حد احنا شايفين ان هو ما يستاهلش. ثالث نوع من انواع الفقد هو فقد الشخص نفسه، ده بيكون اقل شعور بالفقد، بدليل ان انت لما بترجع للشخص ده تاني بتحس ان انت مش مرتاح وعايز تسيبه برضه. عشان تخرج من الموضوع ده خالص، كل ما تحس بمشاعر حنين للشخص ده او كل ما تحس ان الشخص ده وحشك، حاول تعمل اعاده تقييم سلبيه. هات ورقه وقلم واكتب سلبيات الشخص ده وسلبيات العلاقه والضرر النفسي اللي الشخص ده سببه لك. هتلاقي مخك بيسترجع الذكريات دي. مع الوقت هتلاقي نفسك مش بتحس بمشاعر الفقد دي، وبالعكس بتحمد ربنا كل ما تفتكر العلاقه دي، تقول الحمد لله اللي انا خرجت من العلاقه دي سليم ومعافى. طبعا عندكم اي اسئله تانية ممكن تبعتولي في الكومنت وانا هرد عليكم ان شاء الله. سلام.